السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة. ولو حمامك بيقطع غلط بالمجال، تعالى هنا اسمع الكلام. قبل ما نخش في اي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. الفيديو ده فيه يعتبر موضوعين. موضوع يعتبر قبل اوانه، بس عشان خاطر في ناس برضو اخواتنا كلمتنا عشان خاطر عندهم عيال صغيره او حمام سن صغير فبيقطع غلط وبيجي الحمام ده فرد. وموضوع هو ده ايامه، هو ده ايامه. طيب، اول حاجه هنبدا بالموضوع اللي هو عندي حمام بيقطع غلط من نش او بيقطع غلط من المجال. اول حاجه كده نمسكها نقطه نقطه مع بعضنا. الحمام ده سنه قد ايه؟ الحمام ده عمره قد ايه؟ الحمام ده خد حقه في تشاميس، في حدهم، في فتح نفسهم، في جردهم، في جريهم قد ايه؟ كل حاجه وليها حاجتها. انا بقول لك الموضوع ده مش قبل اوانه، بس في ناس حمامها خلص معاها، بس الحمام جهزوه بدري بدري وسلقوه بدري بدري ويلا ودي. بيمشوا حته واحده بيجوا 30 حته، بيمشوا كتف واحد بيجوا متفرطين. اكبر مجموعه بتلاقيها 5 6. وبرده في نقطه اللي هم عمرهم قد ايه. نمسكها الاول نقطه في اول تشاميس الحمام ده وحدهم ازاي وفتح نفسهم، وبعد كده اللي انت تحفظ حمام لو حاطط حمام جديد على قديم، لان دي برضو بيبقى ليها اساسيات لازم تعملها في قلب جيد. الحمام ده اول حاجه انت بتفتح له في تهويه، وبعد كده بتفتح له في التشاميس. انا فرد الحمام لما بيجي يتشمس بسيبه لغايه ما الحمام ده ياخد راحته، ياخد راحته. اكبر دليل اول ما الحمام ده بيبدا اللي هو طب هي ليها ميعاد، ممكن في حمام 15 يوم تشاميس ولا 20 يوم يقول لك انا جاهز. في حمام ممكن يقعد شهر في تشاميس. هي حسب جهد الحمامايه وحسب سنها وحسب الميعاد اللي انت قافل فيه. كل ده ما انت مش هتجيب مثلا فرد حمام قافل عليه بقالك شهرين 3 او بقالك شهر ونص اللي هو كان عليه 3 ريشات، وابتديت اللي انت تقفل عليه في فرد الحمام مستريح شهرين. زي مش هتجيبه زي فرد الحمام اللي مقفول عليه بقاله 5 6 اشهر. يعني ده بياخد وقته في تشاميسه، وده كده كده فرد الحمام مش مقفول لفتره الحمام الكبير. فدي برضو بتبقى من اساسيات. طيب، ممكن يبقى انت عندك يعني عندك مجموعتين من اللي هم الاولى اللي انت هتضمهم على بعض ده. عندك اولى عيال صغيره كان عليهم 3 فانت ريحتهم، وعندك اولى حمام كبير باقت السنه. طيب، الحمام ده اتساوى مع بعض. اللي عليه 3 كان ماشي في نظام القلش بتاع الحمام الكبير، والاتنين خلصوا قلش مع بعض وقفلوا صمم مع بعض. اللي بقاله شهرين ده هيسخن قبل اللي هو بقاله 5 6 شهور مقفول عليه. ما ده بقاله شهرين مقفول عليه لما كان عليه 3 ريشات، وده بقاله 5 6 شهور لما النش خلص فانا قفلت عليه. فده لازم ياخد وقته وده لازم ياخد وقته. العيل الصغير هيسخن سريعا لان بقاله 60 يوم مقفول عليه، وده لازم يسخن زيه وياخد وقته. لا، انا شفت دولت سخنوا ودولت سخنوا بس دولت يا عيني مظلومين. العيل الصغير فيه جهد وابتدى اللي هو يسخن بدري، فانت شايفهم اللي هم ايه، سخنوا كلهم مسلوقين في قلب بعضهم وابتدوا اللي هم يعملوا كده. لا، ده لازما ياخد كفايته، ده لازما ياخد حقه في قلب التشاميس بتاعته.
دولت 15 يوم وابتدوا اللي هم يسخنوا معايا عشان مقفولين بقالهم شهرين. يبقى انا هكمل تشامسهم واضم الاتنين على بعضهم، اخليهم مجموعه واحده عشان خاطر الحمام الجديد يحفظ الحمام القديم، وده ياخد حقه في قلب التشاميس بتاعته. ان كان ده خد 15 يوم وسخن بدري بدري، ده ياخد له الشهر. ده مقفول عليه بقاله شهرين، ده مقفول عليه بقاله 6 شهور ولا 5 شهور. ده سخن بعد ال 15 يوم، وده الصغير سخنه بس ده يا عيني ما جهزش معاه، ده ما جهزش معاه. اكبر دليل هتلاقيهم يقوموا يكنسوا مع بعضهم، بس فيهم الحمام الكبير هو اللي بيبتدي يسقط في الاول وبيبدا اللي هو يحط معاه. بتحط دماغك انت مع الحمام، لا احنا ايه نرفع منهم الكام واحده اللي بيسقطوا دول، واقوم بحدهم بدري بدري وابدا اللي انا امشي الحمام مع بعض. طيب الحمام اللي انت هتمشيهم مع بعض، ما انت اقول لك عشان انت كده كده برضو جاي لك في نقطه اللي هو انت بتقطع غلط ليه. لما انت بتيجي تحط دولت في قلب دولت، الحمام الكبير هيمشي وانا ما عنديش مشكله، الحمام ده هيمشي. عندك الحمام الصغير انت لزقت فيه الحمام الكبير، وهتبتدي اللي انت تاخد المشوار بتاعك. الصغير فيه مجهود يا جدعان وفيه جهد، هيلبد في قلب المجال. مين اللي هيقع؟ اللي هيقع فرد الحمام الكبير اللي انت استعجلت عليه، فهيرجع منك. فعشان كده انت بتقطع غلط. تلاقي الحمام الكبير هو اللي راجع لك الاول، ومفروض الصح ان الحمام الكبير ده هو اللي يصم والصغير هو اللي يقلق من المجال. بس انا عشان خاطر انا بقول لك انت استعجلت وسلقتهم بدري بدري، فانت حطيتهم، فالحمام الكبير هو عشان لياقته مش جاهزه، فيبدا اللي هو يقع، ويعتبر بتقل عزم الاوله اللي انت حاططهم. لقيتهم بيعملوا كده، دواهم ايه؟ دواهم ان الحمام ده يرجع يتشمس من اول وجديد. يا عم ده انا سخنته وحديته وابتديت اللي انا اجرد وابتديت اللي انا اجري في قلب الحمام ده. عايز تبدا موسم صح، يبقى الحمام ده ياخد حقه صح عشان تبدا موسم، وعشان خاطر ما يقعش منك، او انت ما تقعش من قلب المجال ولا تقع من قلب النش ولا يقع منك الموسم. يبقى لازم تدي الحمام ده حقه. مستعجل عليه. الفرق ما بين اللي بيعدل والفرق ما بين اللي مستني الحمام ده، قلت لك 20 يوم كبرها اول شهر. 20 يوم كبرها اول شهر. النش يا جدعان عشان تتكيف منه الساعه تخش عليك تبقى انت واقف متكتك، دي متعه النش. لكن الايام اللي احنا فيها دي الشمس بقول لك ايه، المغرب بيبقى قرب جدا والشمس لسه في قلب المكان. فالحمام اللي هو بتاع النش ده ليه ميعاد. طيب عشان ما نخرجش من بره موضوعنا، الحمام ده هيجي يتشمس وياخد اللي هو المستحمات بتاعته ويقعد في قلب الارضيه ويتحطوا في قلب بعضهم، ولازما يحفظوا بعضهم. لو انت كنت مشمس 15 يوم، زود للحمام ده يتشمس في قلب بعضه، ممكن تسيبه مثلا 10 ايام ولا 15 يوم تاني اللي هم يتشمسوا ويحفظوا بعضهم. طيب انا كان عندي حمام عاشق بعضه وفكيت اللي هي العشق بتاعهم والقصه دي، انا ممكن افتح للحمام ده على ايدي، ممكن اشمس الحمام ده وافتح له على ايدي. ممكن لو انا مواعيد اللي مثلا بروح الشغل متاخر، اطلع للحمام ده اول ما الشمس بتبتدي اللي هي تطلع، اطلع افتح لهم يا عم ساعتين وتخليهم قاعدين في قلب بعضهم، ساعتين وتخليهم في قلب بعضهم، وبعد كده علمهم. طب انا يا عم كنت باكل في اخر النهار، هتخلف يوم او ما تكلفش يوم وهترجع تقلب لهم الكلفه عشان خاطر اللي انت تلمهم، ما تخليش حمام اللي هو يدقر منك. دي كام نقطه كده بس، الموضوع ده بيطول شرحه، بس انا قلت لك خالصه ما خلصها. طيب الموضوع اللي هو ده يومه، الموضوع ده اللي الايام دي المفروض اللي انا اعمل الفيديو ده ليك. عندي حمام ده ابتدى اللي هو يخلص معايا، الحمام ابتدى اللي هو يجهز وقفل صوم. ادي ايه الصمه يعتبر نشفت.
فيهم اللي نشف سمم وفيهم اللي بينشف السمم بتاعته. تمام؟ طيب ركز بقى عشان الكلمتين دولت مهمين وفي وقتهم. دلوقتي انا مربي طريقة زغاليل. الحمام ده انا اصولا مشيت معاه قلت لك تهويهم حتى لو بالليل تحت شبكة القمراية يتهووا مفيش مشكلة. اخر النهار دي اسمها تهوية. ما جيتش في مرحلة التشاميس. طب انا دلوقتي كنت مربي طريقة زغاليل بفتح لها الصبح وباجي دلوقتي بلمهم. يعتبر لما باجي من الشغل على بعد العصر كده اهو وببدا ان انا افتح للحمام ده يتهوى. طريقة الزغاليل دي انا كنت بفتح لها وحاطط دفعتين ضممهم على بعضهم. والحمام ده انا كنت بفتح له مثلا الساعة 8 الصبح وبعتمد اروح الشغل، باجي اخر النهار على بعد العصر ابتدي ان انا المهم وافتح اهوي للحمام ده. انا عشان خاطر ما اظلمش دولت ولا اظلم الشوية اللي متربيين دولت، لازما اللي انا بقى انظم وقت غيتي، لازم انظم الحمام بتاعي على وقت في قلب الغيه بتاعتي. طيب دفعه الزغاليل دي خدت راحتها بدرجه اللي انا كنت ببحر لها من الساعه 8 او من الساعه 9 لغايه الساعه 3 او الساعه 3 ونص. نقول لغايه 3 عندك 9، نقول 10 11 12 1 2 3، عندك 6 ساعات الحمام ده مفتوح. 6 ساعات مفتوح. ليه بقى؟ لان دي دفعه زغاليل صغيره على دفعه زغاليل كانت كبيره. بص بقى الفكره، شفت انا كنت جايبها لك في الاول كانت عامله ازاي؟ ان الحمام الكبير وانت ضامم عليه شويه صغيرين لازما الحمام ده يحفظ بعضه، لازما يقعد مع بعض وقت كبير. الدفعتين دولت انا حطيتهم مع بعضهم عشان خاطر كان فيهم دفعه ابتدت اللي هي تعمل كده وهتعتمد، والصغيرين دولت خفت يتظلموا رحت حاطط دولت في قلب دولت، مع ان دولت كنت بفتح لهم ساعه ودول كنت بفتح لهم ساعه. لا انا خليت افتح لهم 6 ساعات والطريقتين مع بعضهم عشان خاطر يحفظوا بعضهم، عشان خاطر يحفظوا ويشوفوا الوانات بعض ويحفظوا شكلهم ويبقوا كتف واحد. شوف سايبهم وقت قد ايه؟ 6 ساعات بيقعدوا يوميا مع بعض عشان خاطر يبقوا عارفين بعضهم، عشان ده ضم الدفعه على الدفعه التانيه، عشان يبقوا كتف واحد او مجموعه واحده، وعشان خاطر اللي انا ما اقلش عزمهم لما يجوا يمشوا يبقوا هم حافظين بعضهم. ما يجيش الكبار يسلموهم والكبار يرجعوا لي والصغيرين هم اللي يلبدوا هناك، او العكس الصغيرين يسقطوا منهم والكبار هم اللي يعتمدوا السكه. كل حاجه في الغيه دي يا جدعان ليها حاجتها، بس اللي بيفهم كل حاجه انت بتعملها لو فهمان يبقى انت كل حاجه بتعملها في قلب الغيه بتركز فيها الصغيره قبل الكبيره. طيب طريقه الزغاليل دي يعتبر خدت دشارها تالت ومتلت وحفظوا بعضهم ومسكوا بعضهم. اكبر دليل اللي ابتدوا دلوقتي يعملوا كده اهو في قلب العالي وماسكين النجوم وهيبداوا اللي هم يتحركوا. طب ما انت عندك يا عم فتره تشاميس، انا هويت خلاص، ولما انا هويت لما لقيت الحمام ده كله شايل نفسه وابتدى اللي هو يقوم من على الظهر ويبدا اللي هو يركب الظهر بتاعه كده، انا بقول له انت براءه، انت كده محتاج لك شويه التشاميس بتوعك، كده انت عايز شويه التشاميس بتوعك. خدت تهويه وقعدت على غيتك ومفيش حمام ركب بعضه ولا حمام عيشي بعضه، نبدا نخش في مرحله التشاميس بتاعتنا. طب هم بقالهم بتاع اسبوع متهويين، ده برضه بتكسب وقت ان الحمام ده يفك عضله والحمام ده الدوره الدمويه تجري في كتف فرد الحمام او في جسم فرد الحمام. الشويه الصغيرين دول هتعمل معاهم ايه؟ الكلام ده لو مش هينفعك حطه في دماغك يمكن ينفعك في اي يوم من الايام. الشويه الصغيرين دولت انا هينفع اقفل عليهم واركنهم وكده خلصت مشوارهم، ولا هعمل معاهم ايه؟ معاك حلين مالهمش تالت. ممكن الحمام ده تفتح له الصبح ياخد المشوار بتاعه وتلمهم، ممكن تفتح لهم، انا بقول لك كل حاجه وليها حاجتها. فتحت لهم الصبح
وخدوا المشوار بتاعي واعتمدوا السكه ورايح جاي وهوب راحوا جايين حاطين، رحت سبتهم شويه على الظهر قيمه ربع ساعه، ابتديت اللي انا المهم واقفل عليهم وابدا اللي انا افتح للحمام ده الكبير يتشمس يعتبر على الظهر قدامه. بقى اول يوم بكون قاعد لهم كده عشان لما انا باجي اللي انا هحمي او باجي ياخدوا اول مستحمي ليهم بالميه اللي هي اللي يعتبر النضيفه، لازم اللي انا اكون قاعد في وسطهم، عشان انا حصلت معايا اللي انا حطيت طشت ميه للحمام ده، والحمام ده بقى له فتره كبيره ما كانش ولا استحمى ولا كان شفط ميه قدامه. الحمام ده طلع على بعضه وفيهم فرد حمام مات بسبب اللقطه دي. ومش عيب، العيب اللي انت ما تعترفش بالغلط بتاعك. لا انا كانت غلطتي اللي انا سبت لهم طشت الميه وخدت بعضي ومشيت. اول يوم لازم اللي انا احط لهم طشت الميه، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو بيه بالقصه دي ويتشمسوا. ده بالنسبه لاول يوم. دي طريقه الزغاليل تفتح لها الصبح وتبدا اللي انت تقفل عليها، وبعد كده تفتح لدولت وتسيبهم، ولما تيجي اخر النهار او الساعه مثلا بعد العصر ولا ميعاد ما بتيجي من الشغل تبدا اللي انت تلمهم، او معاك حل تاني وده بيكون احسن. معظم الناس بتسيب الحمام ده فترة كبيرة على الظهر، ممكن مثلا من طلعة النهار لغاية على المغرب. شوف بقى، عندك من 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 ساعات. 9 ساعات الحمام ده كله لازم يركب بعضه. الحمام ده كله لازم يركب بعضه. قاعد 9 ساعات على الظهر. قاعد 9 ساعات على الظهر. فانت المغرب بيبدا مثلا الساعه 5، فانت بتيجي مثلا الساعه 5 كده اهو. اصبح كده الحمام ده قاعد له 9 ساعات على الظهر، لازم يركبوا بعضهم ولازم يعشوا بعضهم، ولازم هتيجي في يوم من الايام هتلاقي 2 ناقصين منهم، لان الحمام هيركب بعضه وممكن ياخد بعضه ويخبطوا لبعضهم ويسرحوا وحد يطش لك فردنا الحمام. في فترة التشاميس لو انت عندك حمام دشار ما تسيبهوش الا قدام عينك، وممكن اخر النهار ما تسيبوش الصبح وتاخد بعضك وتمشي. لو انت عندك حمام دشار وبتشمس لازم تفتحه قدام عينيك. لقيت فرد الحمام ابتدى اللي هو يعمل كده وياخد بعضه وبيحسس وعايز يمشي، لان في الايام دي فترة التشاميس والتهوية الحمام ده في حمام كتير بيرد للناس، لان هم بيسيبوهم من الصبح لغاية اخر النهار. فالطبيعي النهارده انت مش موجود، عمل كده مشاله شويه وسع لنفسه، تاني يوم وسع لنفسه. طب ما ممكن في نفس اليوم وراح راجع تاني ياخد نفسه هوب يزود يوسع لنفسه، كتفه حرقه، ممكن واحد يروح لايشه وهو جاي، او في نص السكه راح واخده لك ماسكه لك. تيجي انت يا فرد الحمام راح فين؟ ففرد الحمام انتشار بيتفتح له اخر النهار قدام عينيك. طيب في حل تاني للحمام ده اللي انت ممكن تفتح لهم يعتبر ساعتين الصبح، وتيجي مثلا انت تحط الحمام ده خلاص، الحمام الزغاليل دي سنها خلاص كبر معاك، ممكن تحطهم في ساعة قبل ما اي حد بيطلع. ممكن تختار ساعة كده اهو قبل ما اي حد بيطلع، وصولا لما انت بتيجي مثلا معظم الايام دي اللي حمامتينه دلوقتي ابتدوا اللي هم يسخنوا، وصولا اللي انت بتطلع لهم الصبح، وبعد كده بتبدا اللي انت تنقلهم واحده بواحده لغايه ما تبقى تلاقي نفسك محطوط في قلب النشر في شهر 12 او في اول واحد. كل اللي بيعمل بيجي خلاص الحمامتين سخنوا معاك، هات اخر النهار وودي، هات اخر النهار وودي. ممكن انت طريقه الزغاليل دي تتمتع بيها الساعه 2 الظهر، مفيش حد كده هيبقى طالع على السطح. ممكن تتمتع بيهم على الساعه 3 لو انت ميعاد شغلك يسمح لك. لو انت راجل حر وشغال ممكن الساعه 2 تيجي كده تطلع تفتح للي هم دولت، تريح دولت الصبح، وتيجي تفتح لدولت الصبح. انت الكبار تفتح لهم الصبح وتحط لهم طشت الميه وتاخد بعدك وتنزل، او اول يومين كده قدام عينيك، وبعد كده خلاص انت بعد كده ايه بتبدا اللي انت ايه تشيل لهم طشت الميه وخلاص شكرا ليه، لان انت اول 3 ايام ده لازم بتحط لهم الميه دي اللي هم يستحموا فيها على طول. طيب جيت اللي هو مثلا الساعه 2 ورحت جاي رحت لامم الكبار، خلاص انا ريحتهم، فتحت لهم مثلا بتاع 5 ساعات ولا حاجه،
وتشمسوا وخدوا راحتهم، وجيت لميتهم الساعه 2. فتحت الشويه بتوع الصغيرين خدوا المشوار بتاعهم، وجيت قعدوا على الظهر نص ساعه، رحت لاممهم ورحت سايب لهم الغيه بتاعتي محطوطه. كده بمنع شخوره للحرام ده او عشق الحرام ده على بعضه، وفي نفس الوقت ما ظلمتش طريقه الزغاليل بتاعتي. ده انا خدتها من الصبح ونقلتها الفتره اللي هي يعتبر بين العصار وبين اللي هي الظهريه كده اهو، حطيتهم في ساعه. مفيش حد يقدر يطولك، مفيش حد يقدر يطولك. الزغلول الصغير لو انت فاتح نفسه منهجه بيبقى واسع. فرد الحام يمتعك في عز الشمس، لكن فرد الحام الكبير لو طلع عمل كده يجيله كرشه نفس. لو ما فتحتش نفسه صح ومشيت معاه اصول الصبح وجبت الساعه 12 وجبت واحده وجبت 2، ده بيبقى فتح نفس للحام الكبير. لكن معظم الناس وصلوا وودي الصح باب واحد مش بابين. الصح باب واحد مش بابين. عايزك تركز في الكلام واللي بقوله لك ده في قلب الغيه. ما بجيبش حاجه من بره، جعلني ضيف خفيف عليكم. طبعا متشكرين لكلامكم ودعمكم بالكلمه الحلوه، وزي ما احنا مكملين مستمرين مع بعضنا. انا قلت لك لو 1000 واحد بيشاهدني 500 منهم بيستفادوا، لنا الاجر والثواب. قبل ما نختم الفيديو بتاعنا معلش سامحونا عشان برضه نسينا نحيي الناس. طبعا بشكر الناس اللي بتكتب لنا كلمه حلوه، اللي بتتصل تطمن علينا على دماغنا من فوق. وقبل ما تقفل الفيديو صلي بينا على النبي عشان انت تاخد الثواب واحنا ناخد الثواب. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتا ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.